السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كواليس براءة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح وتفاصيل قضية جديدة ضدها من أمام محكمة عابدين لكشف تفاصيل حكم محكمة جنح قصر النيل ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح، وتفاصيل القضية الأخرى المقامة ضدها وموعد انعقادها، والتي قررت المحكمة تأجيل الدعوة الأخرى لجلسة 28 فبراير الحالي. وشهدت الجلسة عدم حضور الفنانة رانيا يوسف بينما حضر مقيم الدعوة، وكان المحامي أشرف ناجي قدم بلاغا ضد رانيا يوسف وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها في أحد اللقاءات التلفزيونية ظهرت رانيا يوسف في حوار مع المذيع نزار الفارس مقدم برنامج مع الفارس، والذي أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها. وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانا صحفيا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التي حلت ضيف عليها الشهر الماضي، وأثارت جدلا واسعا بسبب تصريحاتها عن مؤخراتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.